حيا الله شباب، شلونكم اخباركم؟ اليوم تاريخ 13/12/2024. ها الطيور طبعا، وغير الحمر ما عندنا الطير حاليا لان الطير ناصي. هاي خلينا تاخذ فرة فرتين ثلاثة، هسه كان طيارات جاي تنزل. زين، دمرنا الصقر واخيرا شفنا الصقر شلون يهجم على رافد. لان كنت اقول ماكو صقر يهجم على رافد، لا والله البارحة طيرتهن وخبزنا، بس الحمد لله ما عندنا ضحايا لان الارفل شوية سريع يفلت اخو الزاجل. يعني مو زري، يعني اذا يريد يخلي عقله وياه الصقر ياخذ ابوه، اذا كلب يطير بالجو يم ياخذه، بس حاليا ما اخذ. هاي المكسوسه العمية شماله. تعي نزل، تعي هاي صاير براسه خير النوم. انت عمية النوبة ياخذ شو صقر. زين، فهذني الحمر الموجودات. طلع برا شوي، عم تنزل ذيك. طلع اكو قسم لا ما تعيش، هاي لا ما عيش ويا هذا المكعكل، ما اعرف غلط صح. المهم ايه، هذا اللي وصلنا لاخر. ها شفنا طارنا ثلاثة. نزلن يا معود، نزلن. زين، هاي التور وكلتهن، اطير هسه اكلن. والله العظيم صار هاي السنة الصقر مو طبيعي، يعني دي يطبلنا طبة زين خرافية. قبل كان يجي واحد، هسه اثنين وثلاثة. يعني شو تسوي بهيك حالة؟ ما ادري. زين، مو حرام هاي الخلق كلها تروح، ولا هن مو درجة أولى ومو نمبر وان، مو واحد أوروبا، بس يعني طيرنا منهن تونسنا عليهن. زين، شوف هذا كبر، هذا دي كراتي، هذا محيسن محيسن ما علي ميشن. زين، فحرامات والله ما دا اقدر اتونس بالطيور، دا اطلعهن حتى برا هيك حال ذني الحمر ما اقدر. شوف هذا من ينزل، شوف هاي بترنج وزوج حمر. زين، هيك اريد اطلعهن. يجي هذا بعيون الصفر مثل الشاهين الصغير، شو يسموه؟ استغفر الله نسيته. زين، دا يجينا هذا يهججهن وبعدين يطب عليهن، بس يعلن شويه يجيك الصقر شاهين. زين، هاي طبعا جوا دا اصوركم شويه براجه. طبعا هشام صديقنا وحبيبنا اجانا من فرنسا جديد. زين، يحب رافل، هسه نصور له رافل. نزلي انتي عوره، انتي هم عوره وهم وقحه. زين، خليهم برا ذني ما عليهم شي. خلينا نصور لكم شويه ارافل. زين، والله طبيهم طبه البارحه كارثه. انا شغل الضوء، عم تصير ضوء شويه احنا شباب. واحد كاتب لي اللايلون غلط، عمي والله ما خلي اللايلون عمود الطيور تبرد او هاي، بس المطر يطب جوه، فقلت خلي يطب مطر من هنا مو مشكله، بس على المود لا يطب مطر من كل الصفحات. زين، هسه اصور لكم الطيور. زين، هذا برج الارافل الكل تعرفه. زين، هذني الشكليتات مالتنا ما شاء الله. بقيت تطلع ذاك الفحل، يعني هاي شاك وحده طيره اللي مو محزمه نص حزام، والثاني واحد فحل ابو البنك. زين، وهذني مخلوطات ما اعرف، اكو طيور زاوجه، اكو طيور بينت طيره فحل، واكو طيور لما تعيش، اكو طيور بيضة تكسر شوفها لما تعيشين هنا. زين، فهذني الطيور صورنا لكم اياه. هذا هشام يحب رافل. زين، باوع اتمتع. هسه اصور لكم البرج الثاني اللي بيه الطيور اللي تقريبا انباعت. هذني الدايات الارافل.
هسه خلت لنا كل جواع. هذا راح، هذا الايراني اخوه هذا. هذن الرومانيات. محمد منشن يحبهم، لو قايل لي كان دزيت لك اياهم. هذا واحد، هذا واحد ما شلونه، هذا واحد ثاني. هذن الباكستانيات كلها راحت. وايد راحت. هذني تركيات مدري عراقيات هم راحن. هذني كلها تروح كندا. هذني التور البحمر مو رمانيات، هذني تور بحمر يسموهن. طيور عيون سود، طيارات. هاي هذني يعني مو ما تطلع من البرج. شوف هذا الرماني شلون يختلف عن هذا الرماني، ناعم يصير عن الهندي. يعني هذا الطير، هذا البرج شوية عازل الطيور اللي شوف، الطيور اللي مبيوعة بيه. يعني بيهن 30 طير هنا رايحات. انا نسد الباب. زين غراف البيض هذني الدايات مالاتي 10. هذني راحة. هذا الاحمر لا مو هذا راح. اخو وين؟ اخو هناك راح. هذني الباكستانيات كلهن الاصليات هم راحن. هذني عازلين يعني على صفحة. ماكو غير شي. نصور لكم غير برج. ما شاء الله والله طيور هواي خير من الله. هسه نروح برج مال عباس الكردي من امريكا. هو هاوي هذا البرج يحبه. يعني هو بيقول لي لا تبيع. عمي شو اسوي بيه؟ بتقول لي خاطر الله. تفضل. والله ما حاسب والله، بس اتصور 70 الى 80 ازرق. هسه اكلين الطيور. جتني هسه شغله. اني اتابع شويه شباب اللي ببغداد او بالعراق، ما نقول بغداد بس. عمي رحمه لابوكم، تجي وذب اكل هيجي بالقاع على الضروق، يعني والله جريمه. اثنين كذا واحد شفته، يعني انا ما دا انتقده، بس دا اقول له انت شلون تشرب مي اذا هاي مال مي لك خضره صايره. والله العظيم هاي الطوره مال مي صايره خضره من الطحالب من الوسخ. عم يدخل لك ليفه فركها نظفها تشرب ميته من قلاص وسخ. هذا الحيوان همين يعني انت تربيه وتتعب عليه عشان تجيك الامراض. زين طبعا طيور مو كاشات وانما هسه هيك. زين هاي الطيور شوفوا، هاي الطيور. انا البوب كلها مسدوده. عم اتلحق يطب ولا يسوي يعيش ولا يدوخنا. زين ف هاي الخشبه تشتريها من سوق الغزل موجوده، او اي حافظه تسوي لك تخلي بيها اكل. زين تخلي بيها حنطه للطيور خل تاكل، او مطاره مالتك هاي مال مي الطور الغسله رحمه لابوك. يعني والله جريمه والله العظيم. يعني النظافه هم تلعب دور، الطير هم يقاوم. جايب لك المطاره مال مي. مو شوفوا الفيديوهات ينزلون فيديوهات، مرات اتابعهم اني. مرات من يكون عندي شويه واحد ساعه اقعد اباوع، بس هاي كل برج باوع عليه. ماكو برج اذا مو مغسوله ونظيفه الا انا اشرب منها مي. زين ها طبعا على غفله حتى مو مليانه. عم تشوفون هاي قبل يومين 3. هاي مال اكل. زين انت جاي تخلي لي هاي خلي اكل هيجي الطير ياكل، مو قيمتها ملايين. اطلع بقى وين لزقت. زين هاك انا مخلي هذني قسم خشب قسم يعني حديد حسب ما القى عمود لا يكلفني يعني. زين هسه هذا اصدقائي يشتغلون عماله قالوا لي اكو هيك حديد تريده، اخذته منهم وقتها. اكو ابراج اشتريت لهم هاي الحديد، دورت عليه لقيته. زين اشتريت، فتخليه هيجي 10 سنتيم 15 سنتيمتر ارتفاع، تخلي جوا رمل مو تنظف، تقشه هيجي مثل خرماشه هيجي
وتنظف. وهاي هاي البرج هاي مال حمر. زين. وهذا البرج الثاني اني سويتهن قسم بيهن الخشبات. شوف ماكو برج انا ما مسويه قاعية. اول شي الرطوبة بعد شوف كل البرج ناشف. ها شوف المطارة مال مي. على فكرة انا كل وحدة سنة كاملة كل وحدة خلي بيها فص مال ثوم. هاي تبين شوية منها. شوف يقتل البكتيريا. كل وحدة خلي بيها فص واحد مال ثوم. دائر مدار السنة كلها يعني ماكو هاي الصيف شتاء ماكو ما اعرف شنو. لا دائما اخلي. شوف هذني زوجات لا ما تعيش. زين ماكو برج ما مخلي بيه هاي المطارة وبيها ثوم. ودائما تنظفها من جوا. عمي بكتيريا الطير شي يصير هو همينه ايش كبره الكبد ماله. زين هذا البرج اللي نطيرهن ما ادري ايش قصفن الله وكيلك. يمكن 22 طير 5 10 15 20 21 طير بقى من 40. بس بعد ما تطلع والله. كم واحد عزلته اخذت على صفحه. هاي المطارة مال مي دائما نظافة. هاي شوف هاي مثلا هاي قاعدة سويتها هيجي. شوف الظروف. ما منظف البرج. انت تجي وتشمر هيجي اكل بالقاع فوق الضروق وبكتيريا واكو طير مريض واكو طير بكتيريا يعني ما اعرف ليش. هاي تشتري اكل خشبة واكو غير شغلة همينة. بس وين القى لك اياها هسه وين القى لك اياها؟ هم رخيصة. هاي مال الكهرباء. زين اللي يخلون بها الوايرات بس تكون شبه تشبه هاي. زين خلي بيها اكل خليها بالقاع بس تكون ذيك مربعة مو دائرية. عمود ليه تكون مربعة تخليها بالقاع. شو يسمونه بالالماني يسموه شينة مال الكهرباء. زين تخلي بيها وطيورك ترتاح. طبا لاني خلي عمود ليه اظل اني موسوس. طبا يلا انتي. عندنا كم واحد بعدين. زين هاي الحمر اللي كنت نطيرهن دائما. برج يراد له تنظيف طبعا بس باردة والله تلزم الشفرة. تريد تحك الرفوف مال البرج ايدك تجمد ما عندي واهس. زين هذا عباس الكردي اللي يحب هذني الطيور. هذني الطيور هاي 3 خانات مخلياني. 3 1 2 3 عمود الطيور كلها تاكل والطيور كلها تشرب والمي نظيف. ومثل ما قلت لكم ثوم فص مال ثوم واحد دبه بالهذا بالدبه مال مي تبدا. هاي الطيور هاي الزلم يقول لي عباس لا تطلع منهن. عمي ايش عندي حمر شو اسوي منهن؟ شوف ايش قد. زين هذني ما اعرف كان كاتب 26 46 هسه اكثر لان فرخاتهم كلها عزلتها خليتها هناك. كان اكو برج ثاني خليت الفرخات هنا ما تنفد 10 طيور مدري 8. تعرفون اكو طير ما يقاوم تجي بكتيريا تجي. هاي هذني الطيور كلها هسه وصلت على لقاح لازم القح الطيور. زين حبيبي عباس تعذرني والله لو انت قريب كان طيت لك فد كم زوج اخلص منهم بس هواي الطير يراد له عناية. يعني لو كل برج بيه 30 ارتاح. زين مثل هذا يكون بيه 30 طير حلو. هذا الحمر بيه 10 11 واحد هم لو 30 كان حلو. والتور همينه فد 30 يعني صار عندنا فد 120 طير نقدر عليها بس مو 220. زين بس ان شاء الله هسه رايحات وجبه كامله. زين هاي جماعه الارافل. زين هيدا احسبن اني بس ما اعرف ما يوقفن. عم احسبن لازم يكون 29 بس هيجي قلبي دا يقول لي اقل. خلي لكم وياي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 والله. صحيح والله ما اعرف.
المهم بعدين احسب من اطفي الفيديو. هاي ذني الارافل يحب هشام. محمود الغالي دائما يعلق لنا همام. هاي وهم. هذا كسر برعشه شو يسموه هذا روماني. هذا رايح همينه يطلب لجوء بكندا يم داي. هنا شوف التيناية بعد صار بيها عمي برد والله العظيم. هنا نمك الزروق. هاي الفرخات خليتني هنا نمذني العبدانيات. هاي ذني محمية خلي شوية. هاي تفضل. ذني كلها لازم متى ما يراد له اكل شرب. هسه خليت لهم اكل طبعا ما شبعان. بالشتاء الطير مو طبيعي. زين شلون هذني. هذني مثل الايرانيات عبدانيات يسموهم. هذني يطيرن حاله حال الزبيري همين رايحات. هواي ناس وعدونه وراح اجيكم مع شنو ما يجي بالاخير داني قفل عليهم قال اخذ اناني كندا. زين شباب فعذرا ما نقدر نسوي فيديوهات هواية لانه ماكو واهس وماكو محتوى نطير. زين هاي هذني بعد المحمية طلعن بس ادخلهن هسه شوية الاخ ادخلهن على مود الطير اللي يبقى برا. تعرف جاذا ابو العريس جريد النخل الصقر ذاك اليوم هذا مقابيلي شوفوا. هذاك هنا ممر مال حدايق. هذاك عنده طيور همينه ما اعرف يبين منه ما يبين. هذاك هم مسوي مثل هيجي بس السيم مالته من هذا السيم اللي هذا شوفوا من هذا السيم من هذا مسوي شو اسمه مالته. والله شاق الشاهين طاب بيه مشقوق. يعني هذا شويه قوي هذا قوي واني من فوق مسوي دبل. زين شاق الشاهين وداخل على الطيور والشاهين اساسا محصور جوا ما يقدر يطلع. من دل المكان ضربوه كتلوه بالكروكه نعلى والده. بس يعني شنو الفائده يروح واحد يجي 10 عطيه. شباب حبيت اسوي لكم هذا الفيديو صغيروني. زين ان شاء الله ينال اعجابكم واعذرونا اذا نتاخر بالفيديوهات بس والله العظيم بارده. زين هسه اليوم شوي طلع الشمس طلعت التليفون ولا انا ركض ابقى بما الطيور ساعه ما اقدر. هاي الحديقه كلها ما تقدر تقعد بيها نص ساعه من البرد. زين باردة الدنيا والطيور بس تطلع بس تصعد يجينا شاهي يعني جمال. لان هذا الطير باكستاني ابن باكستاني واصلي. شوف ايش كبره شوف. زين بس انا ذبيته ويا العراقيات وخبط هنا. أنا اكو عراقيات شذاري هذا مثلا زوج. اكو عراقيات هواية عراقيات الطيور هنا هواية بيهن هم نضربن الطيرة فعض. هسه ذني بنات. هاي الحلقات مالها فرخات من عندي من الباكستاني وعراقي هياتهم هذا الفحل وهاي الطيرة هذني بناته هيجي طلعن. زين هواية طلعن عندي هيجي طيور. المهم يعني نتونس عليهم ذني والله بس هم قلبي ما ينطيني انه اطلعهم برا هسه بهالجو على مود ما عندي. وين الفحل هذا القديم اللي دائما الصقر ياخذه ويفلت؟ وينه طيرت هذا؟ هذا شوفوا هذا يمكن علق الصقر 3-4 مرات. واحدة ثانية راسها مثل رماني.
راسه مثل الرماني، راسه مثل الرماني. هم طيارة. دقيقة خليني اياك. هاي هاي شفته؟ هاي همينه 3-4 مرات علقها الصقر. واكو فيديوهات موجودة شلون الصقر يشيل الطير ومرات يفلت، ومرات تعذرني يا يفلت ينخبز. خلنا نوصل يم الحمر ونخلي نسد الفيديو لانه خلينا ناكل. عندنا طيور شباب زين، ما عندنا غيرها، ما عندنا غيرها. هذا الزوجات ولا ما تعيش زين. وهنا هم اكو طيرة فحل زوجات. هاي بالنص طيرة، هذا فحل ذاك فحل. هذا ثاني وحدة طيرة حمراء الصلمة. هذا المكعكل ما ادري. هذيك طيرة المعوقة عين تك وتك يعني. هاي 5، هاي 3 8، هاي وحدة 9، وهذين 2 11 طير. ان شاء الله هاي السنة بس يبيضن. هذا شوف ابي حجال شوية صفراوي ما شو اسمه، ابي حجال بس مو قوي. الباقيات كلها حفاي، كمرليات كمرليات بترنقات حمر كلها حاف، كلها حفاي. هذني من الزوجة من الطيور مال داني اللي كان يمي قال لي خذ من الفرخات اذا تريد حمار. فهواي من الشباب قالوا لي جيب لك حمر خليهم بالحديقة تصير تشكاله حلوة للقناة. فايه قلنا ليش نشتري ونجيب. اللي طلعن جعاميص حلوات زينات والله. ان هذا اني الموجودات يطيرن وتنهزم حلو، تونست عليهن والله. انا ما احب الاحمر بس يعني تونسنا عليهن. شباب الى هنا تنتهي قصتنا هاي الليلة. وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. كلش حلوه هاي البترنقة وهذا الفحل همينه. بس ان شاء الله يطلع عن فد فرخات حلوات. انا يا ريت يطلع عن حمر. شو اسوي بالبترنقات؟ ما حلو، ما يعجبني زين. بس بكت هاي طبقه حلوه. وهم اكو احمر زوج بترنقة، فنشوف بكت يطلع عن حلوات. انا طبقتين نخللهن هذني مال البيضن بيهن. فد 4 قطع، هاي وحده، هاي 2، هاي 3، هاي 4 على الاقل. خلينا نشوف طلع لنا فرخات بالشتاء ما يهمنا. شباب تحياتي لكم جميعا، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. وعذرا مرة ثانية ما حد يفهمني غلط، بس هاي شغلة المي. كل البكتيريا اللي هي تجي بالمي. خلي لك فص مال ثوم ولا تذب اكل هيجي عامي شامي فوق الضروق زين، لان وصاخة تعرفون تكرمون. يعني ليش الطير ياكل من الفضلات؟ اذا تخلي اكل بالقاع يكون السطح نظيف هيجي، مثلا هاي القاعية برا ذب له بالقاع مو مشكلة زين. بس مو تفتح باب البرج وبالطاسة اشوفهم هيك يشمرون اكل على الضروق والطير فوق طير والبرج صغير. يعني احنا هنا يجينا كنترول يعني تفتيش من الصحة مال دائرة الحيوانات. يقول لك الطير الزوج الطيور لازم متر مربع يكون عندهم مكان. يعني هذا البرج 2.5 في 2.5 تمام. شوف مساحته. هذا مفروض يعني كافي 20 طير له، 24 طير له حسب الخانات. شوف انا الخانات ايش قد هذني يعني اقدر اخلي بيه 50 طير. مثل ما اساني مخلي بالهذا بالمال هاي نفس المربعات، كل مربع زوج تشوفون يعني 25 مربع يعني 50 طير تقدر تخلي. بس انا ما اقدر اخلي 20 طير حلو. الطير يرتاح، ماكو امراض، ماكو شهداء زين. شوف هسه هذا ب 48 طير. شوف شلون زحمه، نفس البرج نفس القياس. بس هذا لو ب 30 كان يخبل احسن من ما يكون 50 طير. هذا هيجي هذا 2.5 ب2.5، هذا 2.5 وهذا 2.5. بس هذا لا، هذا دبل 5. هذا 5 متر. بس انا شنو اريد؟ قلت ابيع هاي الخانات او العفو ابيع هاي. قلت اسد الخانات، اسد جبت خشب واسدها واسوي من هنا بالنص
لان انا سويت باب هناك، شوفوا عم تعرفون، سويت باب اسوي برجين. ليش كبير هيجي؟ شوفوا هذا باب هنا، هذا الباب وهذا هم باب، سويته قبل كم شهر، عم تصير برجين. شباب تحياتي لكم جميعا، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم، ونشوفكم على خير، وتحياتنا للجميع الشباب الجناية، وان شاء الله ما حد يضوج من عندنا ويزعل من عندنا على الكلام اللي قلناه، بس هي مصلحتكم ان شاء الله. وحرامات واحد الطير يربيه ويتعب عليه ويموت ويكون السبب انت. هسه من الطيرة والصقر ياخذه هذا يومه، بس انت تخلي له مي بدبة معفنة، الله ما يقبلها. تحياتي لكم جميعا.